في الحلقة اللي فاتت شفنا زين ويحيى وهم بيحاولوا يهربوا من المعبد قبل ما يتهد عليهم، ولقوا غرفة سرية اتفتحت ليهم وكان فيها جهاز زمني كان قادر إنه يرجعهم لزمنهم، بس الحراس دخلوا عليهم. زين ويحيى بسرعة حاولوا يشغلوا الجهاز، بس للأسف الجهاز يتكسر وكل حاجة حواليهم تقف. يا ترى إيه اللي يحصل لهم في الحلقة دي؟ وهل هيكون في طريقة تانية للرجوع؟ تعالوا نشوف. كل حاجة في المكان بتقف وزين واقف مكانه ماسك الحجر اللي لسه منور، ويحيى بيبص حواليه بخوف. وفي لحظة يسمعوا صوت مختلف، صوت بيبتدي يصغر في المكان وهم مستغربين. ايه الصوت ده؟ الصوت ده انا عارفه يا يحيى، انت سامع؟ زين افتكر، أنا زمان كنت بقرأ لك الحكايات بالطريقة دي. ايه ده؟ ماما، طب ازاي؟ انتي فين؟ أيوة أنا يا زين، ما قدرتش أسيبك، كنت بحميك من بعيد. يا نهار أبيض، دي مامتك بجد يا زين؟ أنا مش مصدق. أنا جنبك يا زين، بس مش هفضل كده للأبد. الزمن بيخلص والرجل الغامض قرب يوصل للي هو عايزه. انتي بتختفي ليه؟ خليكي شوية، انتي وحشاني، ما تسيبينيش. ماما استني شوية. زين المعبد بيتهز تاني. أخيراً جمعت كل الحجارة الزمنية اللي هقدر استدعي بيهم جيش الظلام وسيطر على العالم. انا مش هسيبه يعمل اللي هو عايزه يا يحيى. احنا لو ما خرجناش دلوقتي مش هنخرج خالص يا زين. ارجع يا زين قبل ما يفوت الأوان. زين البوابة بدأت تفتح، خلي بالك. زين أخيراً جيش الظلام هيظهر ومحدش هيقدر يوقفني تاني.